ايه واقعية عادي. مرحبا بكم في شاولن عبد الستار سعد. احيانا بنكون على مقهى او كافيه او حاجه، فبتقوم مشكله ولا حاجه، ففي حد بيتعرض لك بكرسي من الجنب او من فوق لتحت. النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي هنتخلص من نفس الحركه اللي بنتكلم عليها، اذا كان الكرسي جاي من ناحيه من الجنب مايل او اذا كان جاي من فوق لتحت. هنا لازم تفهم ان هو رايح للكرسي، ولازم تفهم ان الكرسي هيجي من الاتجاه اللي هو خده منه ده. يلا كده سرعتك انت هنا لو فضلت في مكانك زي ما شرحنا قبل كده في العصايه النبوت، وزي ما شرحنا في السكينه، وقلت لك قبل كده الخط المباشر اللي بينك وبينه اللي هو خط المرمى اللي هو هيضرب عليه. لو فضلت عليه استحمل بقى اللي يجي لك. لو انت فضلت واقف مكانك استحمل اللي يجي لك، حتى لو صديت خش هيسيبك صدمه من الكرسي او يفلت منه وخش، او يفلت منه يجي في بطنك هنا يعورك، او يجي في دماغك بنفس الشكل. لكن انت لازم تسيب هنا، هنا ده مش بتاعك انت، بتاعه هو. 1 2 اصبح الكرسي كله بره خلاص، مش بتاعنا خالص. طب بعد كده بنشوف المساحه او الطريق السالك اللي ايدي تمشي منه. 1 2 3. من هنا ابدا ازق الراجل ورا، ولكن مش هنخليه يرجع، احنا هناخده كده هنا برضو بين رجلك يعني مع الزقه بالكتف، يعني ايدي جوه بقيت عنده كده بكتفي بضغط. بص لو هو هيمشي هيتحرك برجليه اهو. طيب عنصر مفاجاه، نشرح مرة ثانية. 1 2. في وقت واحد ضربة الإيد مع ضربة الكتف. هنا كتفي ضغط على الراجل حركه. حركش كده مع بعض. هنحاول بقى ناخد ازاي نتخلص من الكرسي النازل مباشر على الدماغ، ونشوف مع الكابتن اسماعيل. هنا هيضرب من فوق لتحت، مفيش هنا مجال انك تمشي بقى خطوه يمين او خطوه شمال، لان الحيز بتاع الكرسي عريض، حيز واسع، هياخد معاك وقت كبير انك تطلع المسافه دي كلها العرض ده، هيزعلك. يبقى انت اول ما تعرف ان الشخص اول ما تشوفه رافع من تحت لفوق اعرف انه هينزل من فوق لتحت، يبقى انت لازم تقفل المسافه وتخش عنده تطلع الكرسي بره. انزل جوه. تمام؟ طيب يلا 1 2. تخيل مش هينفع نلعب بسرعه مع اسماعيل لان الضربه دي تزعله، مش هينفع نضرب جامد لان الضربه دي هتزعله. انزل من تحت، اطلع فوق، انزل. تخيل دي مش هنعرف نضربها بسرعه، هتزعله. ناخدها بطيء تاني. 1 2. اخر مره. ايه واقعيه عادي. يلا معلش، هو ظروف الفيديو كده، الكابتن اسماعيل بدل ما يكسرنا انا كسر اللمبه بتاعه النور فالاضاءه وحشه، فهو كده نهايه فيديوهاتنا الفيديو بتاعنا. ويا رب يكون المعلومه وصلت، واشترك في القناه لو الفيديو عجب حضرتك، وفعل الجرس وسيب تعليق.